شهد ملعب مولاي عبد الله بالأمس مواجهات عنيفة بين المشجعين خلال دربي الغندام الأصفر. تدخلت القوات الأمنية بشكل حازم لوقف الاشتباكات في المدرجات. تم توقيف 136 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي وقعت خلال المباراة. المباراة انتهت بفوز الجيش الملكي 2-1 على حساب الرجاء. هذه الحادثة تطرح مجددا تساؤلات حول أمن الملاعب وسلوك المشجعين. ما رأيكم في مثل هذه الحوادث؟ وكيف يمكن توفير بيئة رياضية آمنة للجميع؟ شاركونا آرائكم في التعليقات. قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان في الجولة 32 من الدوري الفرنسي، تحدث المدير الفني الإسباني عن غياب قائد أسود الأطلسي. لويس إنريكي وصف حكيمي بالآلة المغربية التي لا تعرف الكل رغم غياب مدافع المنتخب المغربي، إلا أن الثناء جاء كبيرا من المدرب. تأكيد على الجودة الاستثنائية للاعب المغربي الدولي مع باريس سان جيرمان. لويس إنريكي إنه لاعب استثنائي بجودة عالية وسرعة لا تصدق الثناء يأتي في وقت حاسم من الموسم مع اقتراب المنافسات الحاسمة. تألق حكيمي مع المنتخب المغربي وحضوره القوي مع باريس لا يمر مرور الكرام برأيكم. هل يشكل أشرف حكيمي أفضل مدافع مغربي في التاريخ؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. لم تعد قصة كيليان إمبابي في ريال مدريد تقرأ من زاوية الأهداف وحدها وفقا لدراسة جديدة نشرها مرصد. قام الباحثون بمقارنة المسافة التي يقطعها اللاعبون بدون كرة. النتائج أظهرت أن مبابي يعد من بين اللاعبين الأقل نشاطا في الجانب الدفاعي والتغطية. الدراسة اعتمدت على تحليل دقيق لحركات اللاعبين خلال المباريات لقياس مستوى الجهد. هذا التحليل يثير التساؤل حول التوازن بين المهارة الهجومية والالتزام التكتيكي. النتائج قد تفسر بعض الانتقادات التي توجه للاعب عندما يتعلق الأمر بالتحرك بدون كرة. ما رأيك في هذه الدراسة؟ هل تعتبر أن الجهد الدفاعي مهم بنفس أهمية المهارة الهجومية للنجم الكبير؟ أصدر منخرط نادي الرجاء الرياضي بلاغا شديد اللهجة للتنديد بالظلم الذي تعرض له فريقهم في الكلاسيكو ضد نادي الجيش الملكي. وعبر برلمان النادي عن استيائه العميق من قرارات التحكيم التي أثرت على نتيجة المباراة. المباراة الحاسمة أثارت جدلا كبيرا بين الجماهير والإعلام الرياضي. البلاغ الرسمي أكد على أن الفريق تعرض لظلم واضح يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة. الكثيرون يتساءلون هل وصلت التحكيم الرياضي إلى نقطة تحتاج لإصلاح عاجل؟ الحادثة تفتح الباب أمام مناقشات واسعة حول العدالة في الملاعب. ما رأيك في مستوى التحكيم في البطولة هذا الموسم؟ هل تحتاج إلى إصلاحات جذرية؟ شاركنا رأيك في التعليقات. أندية إنجليزية وفرنسية تتهافت لخطف فارس شايبي من فرانكفورت. أشعل النجم الجزائري فارس شايبي صانع ألعاب نادي أيندراخت فرانكفورت الألماني صراعا محتدما في سوق الانتقالات الصيفية. تتصارع أندية كبيرة على الفارس الجزائري الموهوب. أندية إنجليزية ترغب في ضمه إلى صفوفها. أندية فرنسية تحاول جاهدة لخطف الصفقة. المواهب الشابة تصبح محط أنظار الكبار في أوروبا. شايبي أظهر أداء مبهرا مع فرانكفورت هذا الموسم. تميز بتسديداته القوية وتمريراته الحاسمة. أصبح هدفا ساخنا في سوق الانتقالات القادم. هل سيختار شايبي تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي؟ أم سيعود إلى الدوري الفرنسي حيث بدأ مسيرته؟ في رأيك، ما هو أفضل قرار لفارس شايبي في هذه المرحلة من مسيرته؟ شاركنا آراءك حول الوجهة المثالية لهذا النجم الصاعد.